السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اتأخرت عليكم، انا اسفة. الحقيقة بنتي كانت تعبانة قوي، ما كنتش عارفة انزل لكم اي فيديوهات، بس الحمد لله لما اتحسنت قلت لازم اعمل لكم الطلبات اللي طلبتوها مني. الحقيقة اول لما انا عملت الراء الطار الفلاحي جاني اسئلة كتير جدا جدا، استعمالاته ايه وعاوزين طريقة الراء الناشف واسئلة كتير، وانا فعلا كنت بحضر لكم فيها. والنهارده هعمل معاكم طريقة الراء الناشف. اولا عايزه ارد على سؤال الراء الطري بيتعمل بيه ايه. طبعا الراء الطري دوت بيتاكل بيه اي حاجه، بنغمس بيه جميع اي اكل احنا بنغمسها باي عيش عادي، فالراء ده بيتاكل بيه اي اكل. اما الراء الناشف اللي هعمله معاكم النهارده ده اللي احنا بنشتريه. هو مش زي اللي احنا بنشتريه يعني، بس هو بيتي بنعمله في البيت، زي اللي احنا بنجيبه علشان نعمله رقاق باللحمه المفرومه في الفرن. طبعا كلكم عارفينه، فاحنا بدل ما نشتريه هنعمله في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا، ومش محتاجه اي مكونات كتير. مش هحتاج معايا غير حاجه واحده بس، هو الدقيق. ولا بيتحط له خميره ولا بيتحط له اي حاجه، هو دقيق وميه بس للعجين. وشويه ملح صغيرين، والميه هيت. طبعا الميه دي حسب الدقيق برضو، لان العجين دوت بتاع الرق الناشف بيحب العجينه تكون جامده جدا يابسه يعني، ومش بيحتاج خميره، واحنا مش بنخمره اصلا، وبنعجنه ونقرصه ونخبزه على طول. هتشوفوا دلوقتي معايا واحده واحده. الاول عايزه اقول لكم ان الدقيق اي كميه بقى، ولا كيلو ولا نص ولا اي حاجه، الكميه اللي انت تحتاجيها، وملهاش مقدار وملهاش طريقه معينه يعني. فانا هعجن دلوقتي قدامكم وهتشوفوا واحده واحده. الدقيق معايا اهو. هحط الاول الملح عليه وهقلبه فيه كده. هحط بقى الميه، ما نكترش الميه قوي، على يعني واحده واحده كده بس على ما نعجن، عشان احنا عايزين العجينه دي تكون جامده شويه، ما تكونش طريه. الرق الناشف ده طبعا بيوفر علينا شراء الرق اللي احنا بنشتريه علشان نعمله زي ما قلت لكم. للي ما يعرفش الرق الناشف اللي انا هعمله ده بيتعمل بايه، هكرر واعيد تاني. احنا بنعمل بيه رقاق باللحمه المفرومه صينيه في الفرن. الرق المغرق يعني، زي ما احنا بنقول عليه هنا في الفلاحين رق مغرق. هحط ميه كمان، هعجن فيه بقى كده واحده واحده. اعذروني يا بنات اني بتاخر عليكم في الفيديوهات، معلش انا اسفه يعني، بجد غصب عني. بس انا يعني لما بكون عندي اي ظروف ما بعرفش اصور خالص، فاستحملوني. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هنزل لكم فيديوهات على طول، وكل اللي تطلبوه باذن الله هعمله. المخروطه انطلبت مني وان شاء الله هعملها لكم. نعجن فيه كويس جدا. وعلى فكره انا هعمله في الفرن، اللي يعني مش حابه تعمله في الفرن ممكن تعمله على الطاسه عادي جدا. بتعملي الرق دوت وبتركنيه عندك، يعني لو انت عامله بكميه كبيره ومش هتستخدميه على طول بيتركن. مش عايزه اقولك انه بيتركن سنه، ما بيجرالوش اي حاجه. بتزودي الميه شويه بشويه علشان ايدك ما تدوسهاش عليكي كده وتحط ميه كتير فيلين منك، هو لو لان مش هيدينا النتيجه اللي احنا عاوزينها. طبعا اللي احنا بنجيبه من المحلات الرقاق الناشف ده بيكون طويل كده مستطيل، ده احنا هنعمله مدور يعني. ايا كان بقى هتعمليه في صينيه مدوره في صينيه طويله، انت تخبزيه بالطريقه اللي انت عاوزاها والشكل المناسب اللي يريحك يعني. شايفين العجينه في ايدي جامده جدا، وانا مش عايزه اكتر في الميه لحد بس ما ادوب الدقيق ده كله فيها. يعني كل فين وفين كده على ما احط شويه ميه. عايزه اشكر يا بنات كل الناس اللي بيعلقوا لي بالكلام الجميل، بجد بجد بتسعدوني قوي. وانا يعني ممكن تكونوا سئتوا مني من الكلام ده، بس انا بحب اشكركم دايما. وبحب دايما زي ما انتم بتسعدوني بالكلام كده احب اسعدكم كلكم، واعرفكم ان انتم يعني اغلى ناس عندي بجد، وان انا القناه ديت من يوم ما فتحتها وهي مغيره في حياتي كتير يعني. بجد يعني حياتي اتغيرت جامد جدا بسببكم وبتعليقاتكم الجميله، وحسيت ان كلكم اخواتي وكلكم حبايبي
يعني ربنا يديم بينا المحبة يا رب. بجد نفسي اتعرف عليكم كلكم ونفسي اشوفكم. يعني انا لما بحب حد يعني ما بستكفاش كده اني اتكلم كده معاه بالكتابة وبالحاجات دي، بحب اشوفه وبحب اتكلم معاه يعني يا رب يجمعنا كلنا يا رب بجنة الرحمن، لان طبعا احنا المسافات بينا طويلة جدا ومستحيل ان احنا هنشوف بعض كتير او ان احنا يعني هنشوف بعض اصلا يعني. فبدعي ربنا ان احنا نتقابل كده بجنة الرحمن. انا بعجن كده ومشغله الفيديو مش عايزه اطول عليكم. شايفين؟ بصوا ده دقيق لسه تحت اهو، والعجينه جامده جدا اهي. هحط شويه دقيق بس كده تحت والم العجينه وهرجع لكم تاني هوريكم شكل العجينه في الاخر هيكون عامل ازاي. لكم تاني يا بنات بعد ما خلصت العجينه خالص اهي، شايفين انا خلصتها خالص، جامده جدا في ايدي خالص، يابسه يعني مش عايزينها تكون طريه خالص، لازم تكون بصوا جامده اهي. وحضرت معايا صاجه او صينيه اي حاجه، رشتها دقيق وهقرص بقى الرق بتاعي. الحجم بتاعه برضو انا يعني مش عايزه اقيدك باي حجم، فالحجم بتاعه زي ما انت تحبي برضو على اساس الصينيه بتاعتك اللي انت هتعملي فيها الرق بعد كده هيكون عامل ازاي. انا هعمله بالحجم ده لان هفضل افرد فيكم يعني فتره طويله، هعمله بالحجم ده كده. هرص بقى الصينيه بتاعتي كلها كده وهقرصها. احنا يعني مش هنسيبه يرتاح كتير يعني عادي، يا دوب بس هنقرصه وعلى ما نولع الفرن ومش عارف ايه ونظبط نفسنا كده هيكون ارتاح شويه صغيرين، مش مشكله يعني. هو لانه جامد اصلا حتى مهما يرتاح هيكون جامد وانت بتخبزيه شويه، ف اجمدي كده وخليكي ست بيت شاطره واخبزيه بكل قوه لان العجينه بتاعته جامده شويه اهو بالحجم ده كده اهو. عايزه ارد على سؤال كان جاري برضو، يا رب تكون اللي سالته لي سامعاني. انا بصراحه في سؤال قالت لي حبيبتي بتقول لي هو المطجن ده بيتعمل باللبن العادي؟ اصل هي ما عندهاش لبن سرسوب. للاسف لا، هو ما بيتعملش بلبن عادي خالص، لازم يكون لبن سرسوب من بتاع البقره وهي اول ايام الولاده بتاعتها. طبعا هكمل زي ما انتم شايفين كده كل الكميه بتاعتي وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. بس كده انا خلصت الكميه بتاعت تقريصها يا بنات، هغطيها بقى دلوقتي واولع الفرن ويلا تعالوا نخبز بسرعه ونشوف الطريقه بالظبط مع بعض. كده انا رشيت الطوليه بتاعتي ايه اهو، هاخد بقى معايا رقاقه كده واخبزها. عايزه اقول لكم ان هو يعني هعيد واكرر تاني جامد، عايز منكم شويه قوه كده في الخبيز وصبر، لان هو لو مش جامد مش هيديك النتيجه المظبوطه. هخبز بقى بالعجله بتاعتي اهو وهلف عليه داير كده. ولازم تخليه كلاته مساء واحد. مساء واحد يعني ايه؟ يعني ما يكونش الوسط رقيق والاطراف تخينه، ولا الاطراف تخينه والوسط ضيق، يعني يكون رقيق. لازم كل الرقاقه تكون سمك واحد. هفضل بقى الف عليها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده لحد ما تكبر معايا اهو. هي هتاخد وقت معايا شويه على ما تكبر لان العجينه زي ما قلت لكم جامده جدا. وهفضل احط دقيق من فوق كده والدقيق من تحت ادخله تحتها تاني كده والف، يعني اشيل الرقه كده واعدل الدقيق تحتها اهو وارجع احطها تاني. وما تخافيش ان هي تشرب منك دقيق، هي مش هتشرب اصلا لان هي ناشفه اصلا، طبيعتها ناشفه. هفضل بقى الف على الرقاقه كده مع يعني لحد ما تكبر على الاخر. فهسيبكم واكملها علشان طبعا هتطول عليكم لان هاخد فيها وقت لانها جامده، وهرجع لكم لما اكبرها واوريكم شكلها عامل ازاي. يا بنات رجعت لكم تاني وانا لسه بعمل فيها اهو. خلاص كده انا خلصت. ده شكل الرقاقه اهي بعد ما خلصت، دوت الحاجه اللي انا عاوزاه. هنقلها بقى دلوقتي على المطرحه وهحطها في الفرن.
هو ده الحجم بتاعها اهو، ماليه المطرحه على الاخر، ولازم تكون رقيقه جدا جدا علشان تنشف معانا في الفرن وتكون النتيجه مظبوطه. تعالوا بقى يلا نحطها في الفرن اهو يا بنات. ده شكله في الفرن قدامكم اهو. طبعا الراي الناشف ده ما بيقبش، بيفضل صفطان كده زي ما هو. بفضل بقى اقلب فيه يمين وشمال زي ما انتم شايفين كده على ما ينشف. عايزه اقول لكم ان انتم لازم ترقوه جدا جدا زي ما انا رقاه قدامكم كده علشان يطلع معاكم ناشف ويكون هوريهولكم طبعا لما يطلع اهو زي ما انتم شايفين بدأ يحمر وينشف معايا اهو. لو حسيتي ان هو هيحمر معاكي قبل ما ينشف وطي الفرن عليه شويه. يا بنات الرق بتاعي بعد ما طلع من الفرن شايفين عامل ازاي. عايزه اقول لك يعني بصي هكسر لك حته تشوفيه ناشف ازاي. بصي سامعين صوت الكسر؟ ناشف جدا. انا خدت حته صغيره طبعا عشان ما ابوظش الرق كلها علشان لما اجي استخدمها. صوت عايزه بس اسمعك صوت الكسر بتاعه ناشف خالص زي الراي اللي بنشتريه من بره بالظبط اهو زي ما انتم شايفين ناشف. انا خايفه احرك فيه اكتر من كده لا ينكسر مني. هكمل بقى باقي الكميه بتاعتي كلها. حابه يعني اللون ما يبقاش معاكي احمر قوي كده، يبقى هدي عليه الفرن من فوق. بس انا حابه يكون كده هو شكله مش وحش يعني مش محروق ولا حاجه، هو حماره كويس ومناسب. هكمل بقى الكميه اللي عندي كلها وهوريكي في الاخر برضو شكل الرق كله عامل ازاي. استنوني. خلاص يا بنات خلصت معاكم الرق اهو زي ما انتم شايفين اهو بالمنظر ده كله. خلصت الكميه بتاعتي كلها. حابه اوريكي كمان مره ازاي قد ايه هو ناشف. شايفين؟ سامعين طبعا صوت الكسر بتاعه. كسرته مره وبكسر تاني بس مش عايزه اكسر اكتر من كده علشان ما يبصي. يلا قومي بقى دفي نفسك واعملي لك شويه رق حلوين كده زي دول واستني معايا ان شاء الله. هعمل لك بيه صينيه رقاق باللحمه المفرومه في الفرن او صينيه رقاق مغرق زي ما بنقول عندنا هنا. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تشيروه مع اصحابكم علشان الكل يستفاد. ولو لسه اول مره بتشوفيني اشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد. واسيبكم يا حبايبي في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.